عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معانا النهارده حوالي 10 كيلو من الفراوله، هنفرزهم مع بعض بسرعه جدا، وكمان من غير ما ياخدوا معاكي مساحه في الفريزر، وبمكون واحد بس هتقدري تشيليها لمده سنه كامله من غير ما يجرالها ولا اي حاجه. انا هنا كده هشيل القمع الاخضر بتاع الفراوله وهغسلها كويس جدا 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 بالميه تحت الحنفيه. وكمان هغسلها فراولايه فراولايه عشان الاتربه والحاجات اللي بتبقى فيها لازم تتغسل كويس جدا الفراوله. بعد كده هقطعها بالشكل ده. يعني هقطعها صغير كده علشان ما تبقاش مكعبره معايا في الكيس وما تاخدش مساحه في الفريزر. هعبيهم بقى في اكياس وهحط معاهم مكون السحري ده بقى نص معلقه سكر، هيحفظها لك لحد السنه اللي بعدها. هتبقى الفراوله كانها طازه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. طبعا انا هعبيهم كده كلهم في اكياس، ولازم ترجي السكر كده بحيث ان السكر يجي في كل الفراولات بتاعتك ويبقى مفردهم عن بعض ويحفظها لك زي ما هي كده، ما يجرالهاش ولا اي حاجه. انا هنا عبيت بقى كل الاكياس. هنقفلهم بقى، هفرغ الهواء منها وهطبطب كده على الفراوله عشان ما تاخدش معايا مساحه في الفريزر، وهلزقها بالبلاستر. تمام. هخلص بقى كده كل الكميه اللي معايا، وبعدين هنعمل بقى مع بعض هنا عصير فراولة. طبعا تقدري تحطي بقى السكر بتاعك حسب الرغبة. انا هنا حطيت 3 معالق سكر وحطيت الفراولة بتاعتي، وبعد كده زودت بقى المية، حبة مية قليلين. انا بحبها يعني تبقى متوسطة، لا هي خفيفة ولا هي تقيلة. طبعا السكر بقى ممكن تبدليه بقى بعسل، هيبقى صحي جدا ليكي وللولاد. وممكن تضيفي عليهم بنجر او الشمندر اللي بيسموه. طبعا تقدري تضيفيه على العصير، هيبقى برضو صحي جدا للاطفال كمان. هيفيدك بقى ويغذيكي اكتر. هنا بقى انا كنت خلصت العصير وخلصت كمية الفراولة، هنعينها بقى في الفريزر لمدة سنة كاملة واكتر كمان. لو وصلت لهنا ما تنسيش الشير واللايك.